نجاة الصغيرة اللي بيصادف النهاردة يوم ميلادها ال86. اسمها نجاة محمد كمال حسني البابا، واتولدت في القاهرة زي النهاردة يوم 11 أغسطس سنة 1938. كان بيت والدها معروف باسم بيت الفنانين، وطبعا من ضمن اخواتها كانت السندريلا سعاد حسني. بدأت الموهبة الفنية لنجاة من طفولتها لما اكتشف والدها موهبتها فشجعها على الغنى، وفي أول 10 سنين من مسيرتها الغنائية قلدت نجاة المطربين الآخرين خصوصا أم كلثوم، واعتبرت عيلتها إن ده تدريب. سنة 1949 قدم الموسيقار محمد عبد الوهاب شكوى رسمية في مركز شرطة ضد والد نجاة، ادعى فيها إن التدريب ده هو عرقلة للعملية الطبيعية لتنمية صوتها، وإن اللازم إنها تغني بشكل طبيعي وما تقلدش حد. سنة 1955 اتجوزت نجاة من محمد كمال منسي صديق أخوها اللي ساعدها على النجاح، وبدأت تاريخها الحقيقي في عالم احتراف الغنى. أنجبت من زوجها ومستشارها الفني ولد واحد وهو وليد، لكن بعد 4 سنين وبسبب تدخلات الزوج في حياتها طلبت نجاة الطلاق. بعد 6 شهور من الانفصال اتجوزت مرة تانية وأخيرة من المخرج حسام الدين مصطفى، لكن الجواز ده ما استمرش كتير وما اتجوزتش تاني. طلعت إشاعات عن طبيعة العلاقة بين الأختين نجاة الصغيرة وسعاد حسني، وقالوا إن نجاة كانت بتغير من سعاد اللي بقت سندريلا السينما العربية رغم إنها بدأت بعدها بسنين طويلة. لكن نجاة ردت على الإشاعات دي وأكدت إنها كانت بتستعد علشان تعمل فيلم مشترك مع سعاد، وإن علاقتهم في الحقيقة كويسة جدا. قول لنا إيه أكتر أغنية بتحب تسمعها للمطربة الكبيرة نجاة؟